ده اشهر ورم في الايد الكيس الزلالي، ورم حميد، كلكوعه حميده. بلاش كلمه ورم لان ورم مش معناها خبيث. كلكوعه بتظهر في اماكن كتير، ممكن في ظهر الايد، ممكن في بطن الايد، وهتلاقيه بينور في الضلمه كمان. بتكون مشكلتها مشكله شكل مش وظيفه. تبقى مشكله وظيفه لو موجوده في مكان زي ده في بطن الايد، بتكون ضغط على الاعصاب والاوتار او المفصل، بتخلي مع الحركه في وجع. وهنا ضغطه كمان على الشريان، بدليل بص صباعي بينبض ازاي مع الحركه بتاعته. لدرجة إن لمّا عملنا سونار عشان نتأكد هو طبيعة الورم ده إيه، افتكروا إن هو ورم في الأوعية الدموية اللي هنا، فسحبنا بالسرنجة عشان نتأكد إن هو مش ورم في الأوعية الدموية، فطلع لنا السائل الزجاجي زي ما أنت شايف كده اللي موجود جوه الكيس الزلالي. ولمّا نيجي نبُص عليه عن قرب هنلاحظ إن هو سائل شفاف لزج. الحل بتاع الكيس الزلالي إن هو يتشال بالجراحة، لا شفط بسرنجة ولا نضربه بكتاب ولا أي حاجة تانية، ولو سِبناه ما فيش منّه أي مشاكل.